ويا هلا وغلا فيكم بفيديو جديد وقصة جديدة. وكالعادة فضلا وليس أمرا يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. ويلا نبدأ بقصتنا. صاحبة القصة بتحكي: أنا بنت عمري 24 سنة وتربيت بعائلة متوسطة الحال، يعني مش إنها متوسطة الحال عشان أكون أحكي معكم بصراحة، يعني أقل من متوسطة الحال. وزي أغلب بنات الجيل ربيت وكبرت على أفلام ديزني، وإنه أنا البنوتة اللي رح يجي فارس الأحلام، اللي رح يحقق لي كل إشي بدي إياه، اللي رح ينشلني من الحال اللي أنا فيه، اللي خلص حيعطيني عطاء مطلق، اللي خلص أنا هلأ حياتي سوداوية رح يخلي حياتي كلها بمبي وكلها ورود وكلها قلوب حب وأشياء بتجنن. ضليتني أنا عايشة على هذا الإشي، يعني لأنه الواحد بيحلم. وكنت ماشي بحياتي وظروف أهلي كانت من سيء لأسوأ، حتى أنا 24 سنة ما كان يجيني عرسان كثير. العرسان اللي كانوا يجوني مش نفس المعيار اللي أنا كنت حاطه، كان يجيني إشي لا إما زي وضع أهلي لا إما أقل، ما كان يجيني إشي أحسن. من انطباق لمبدأ اللي مثلنا تعوا لعنا، فما كان يجي الوضع اللي أنا بدي إياه، ما كان يجيني. ما بعرف، كان عندي قناعة انه هذا الحكي اللي كانوا الناس يجي يحكوا انه هدول الناس بياخدوا من بعض وهدول الناس اللي مش عارفة ايش، كنت احكي هذا حكي مسلسلات. فعليا لا، الحب بنتصر، وانه عادي انا انسانة. ما بقدر احكي لكم انا فائقة الجمال، بس انا انسانة حلوة. يعني كل واحد بيعرف حاله، مش انه غرور، انا مش فائقة الجمال بس انا حلوة. يعني انسانة معتنية بحالي، معتنية ببشرتي، معتنية بجسمي، معتنية بكل اشي حرفيا. يعني مش اني انا مهملة حالي ويلا وخلص ويلا بدي معجزة تصير، لا. المهم، بيوم من الايام شاءت الاقدار وربنا من علي بكرمه وتقدم لي شخص. هذا الشخص كان فيه كل اشي بدي اياه: ابن عيلة، بسم الله ما شاء الله، فلوس ما بتاكلها النيران، طول، جسم رياضي، شكل حلو، ابن عز مقصل، ساكن ببيت محترم بمنطقة محترمة جوا عمان، من المناطق الواو، أنا ما بدي أذكر اسم المنطقة. وكان عنده هالسيارة المرسيدس، وكان يعني خلص هذا هو اللي أنا بدي إياه. كان بيني وبين حالي: ربي معقول هذا البني آدم يوافق علي؟ معقول هذا يكون نصيبي؟ من الفرحة ما كنت مصدقة حالي. من الفرحة صرت أحكي: يا الله خلص، أنا حرفيا حسيت حالي سندريلا يلي بأفلام ديزني، اللي حرفيا اللي إجاها الشخص اللي بدها إياه بالمواصفات اللي بدها إياها، من دون أي منطق للعادات والتقاليد. إنه هذا الإنسان مستحيل يجي يعني يطلع لوحدة مثلي بمعاييري ومعاييره ومواصفاته، مستحيل يطلع وحدة مثلي. المهم، كانت الفرحة مش سايعيتني، ويلا وقعدنا أنا وياه قعدة النظرة الشرعية، وخلص وعجبني وعجبته، كله كان تمام. وسألنا عنهم وكله سمعة زي المسك، وطبعا إحنا نسأل عنا وطبعا سمعتنا الحمد لله ما شاء الله. وافقت عليه وضليت شهر كامل بدون كتب كتاب، انه بتعرفوا يعني انه على اساس هذا الشهر انه قبل ما نكتب الكتاب نتعرف على بعض اكتر امنية، عشان اذا مثلا ما صار نصيب لا سمح الله كذا، ما انا اسمى مطلقة. يعني عرفتوا علي كيف؟ تمام. المهم، بهذا الشهر كان هالشاب ملاك نازل من السماء: بس اطلبي، بس تمني يا حبيبتي، بس ايش بدك انا بسويلك. كان مارد، حرفيا كان مارد علاء الدين. ايش ما بدي بيجيب لي، ايش ما بدي بسويلي. اقسم بالله بهالشهر كنت عبارة عن اميرة. المهم، بعد ما مر الشهر خلص قررنا بدنا نكتب الكتاب، لانه فعلا يعني ما شاء الله الشاب ما فيش فيه اشي ناقص، وانا وياه منسجمين مع بعض وما في احلى من هيك علاقة. المهم، انكتب الكتاب وفعلا تم النصيب. بس من بعد هالشاب اتغير 180 درجة، واختلفت معاملته معي. صار زي اللي بده يفرض حاله علي، وصار بده يتعامل معي بهمجية، وإنه هو الزلمة وهو بحق له وما بحق له، وهو بحق له يبهدل ويغلط ويعجب علي، وأنا ممنوع أدافع عن حالي. يعني متخيلين لدرجة إنه وصلت معاي يحكي لي قدام أي حدا: إذا بهدلتك وعجبت عليكي وقمتي رديتي علي، أنا مش مسؤول إذا قمت ضربتك، ماشي؟ أنا مش مسؤول عن حالي والله. يعني بده ياني أسمع وأتبهدل وأضلني ساكتة وما أرد أو أعترض. صار بس بده يخليني غصب عنه أروح عند أهله أخدمه، اللي هم أصلا عندهم خدم وحشم. يعني أنا مش فاهمة إيش هذا البني آدم. ولعلمكم رغم هيك حكيت له حاضر من عيوني، بخدمهم أكيد بس براحتي، ما رح أقصر. بس رغم هيك حكالي: هذا غصب عنك وإجبار وخاوة.
انا مش عارفه من وين جاب هاي الهمجيه كلها، واسفه على الكلمه هاي النورنه. يعني انا ما اخذ واحد ابن عز متعلم راقي، انا مش فاهمه شو هذا القرف اللي طب عليه. لا، وزيدوا عليها لازم اطبخ لكل العيله، قال من كناين وسلاف وخوات وعمام وعمات. طب مش فاهم طب حبيبي عندكم خدم وحشم. طب انا والله يا جماعة انا احب مع قلبي ما عندي مشكلة، بس انتوا تطلعوا الاسلوب كيف انه خاوة ومش خاوة واجبار، زي كأنه بني ادم بده يفرض حاله يحس حاله زلمة، او كأنه عنده عقد نقص. انا صدقا مش فاهمة. المهم وقتها بس حاولت اني انا بس اوضح له انه حبيبي انه هذا الحكي كذا مزبوطش او كذا او كذا، صار يغلط علي وصار يسب على اهلي وصار استغفر الله العظيم يكفر كثير، واصلا طلع ما بيصلي. متخيلين؟ المهم بعد كتب الكتاب صار شغلات كتير كتير سيئة وخباها عني من قبل. أنا يعني أنا ما كنتش عارفها، بس عرفت انصدمت وما تحملت أكمل معه. طلبت الطلاق بعد 17 يوم. يعني إحنا بعد ما كتبنا الكتاب تمام، خلال 17 يوم من بعد كتب الكتاب خلاص طلبت الطلاق، لأنه أنا ما تحملت هذا القرف. راح الأخ شو عمل؟ تخيلوا المرض النفسي، راح مسك حاله وهرب على منطقة بعيدة عشان ما بدوش يطلق. المهم وقتها ضليت ورا أهله لحتى يضغطوا عليه عشان يتم الطلاق، وفعلا تم الطلاق أخيرا بالتراضي. وفي بعدها شو صار يا حبايبي؟ صار إنه كل حدا بعد ما طلقنا وخلص كل حدا مدحه. لما اجينا نسأل كل حدا مدح لي اياه صاروا يذموه، وصاروا يحكوا ييه منيح ارتحتي منه، وييه كان دمر لك حياتك، وشو هالقرف. يعني حسيت كل العالم اتفق علي. يعني انا مش عارفة ايش هاي المسخرة. واحكي لكم شغله عني. هلا انا الي هلا شهرين تاركيته، ومريت بوقت كتير صعب ما بيعلم فيه الا الله، ولهلا انا كتير تعبانه من اللي صار. هلا بعرف رح تحكوا انه منيح يا بنت ربنا كشف لك اياه من هلا، بس والله يا جماعه بسبب امور عائليه انا كنت بحاجه لسند. فعلا انا كنت بحاجه لحدا يكون جنبي، يكون حنون. يعني ما بعرف احكي لكم اياها. بتعرفوا بالفتره اللي هي قبل ما نكتب الكتاب، هاي الفتره اللي كان فيها ملاك نازل على الارض، اوكي، كان منيح معي وحنون لدرجة اني انا حسيت مشاعر إله. لما انا اكون محرومة من السند، ويعني حتى الاوضاع المادية بتخزي ولاقي حدا هيك سند إلي وشو ما بدك بجيب لك، واقف معي ومتى ما احتجته الاقيه دغري معي. يعني معقول بفكر بحالي، يعني معقول هذا الجانب الحنون اللي فيه كان مجرد تمثيل اللي طلعه؟ هذا الجانب اللي طلع منه بالفترة القصيرة هاي خلاني اتعلق فيه كثير. يعني ماشي ربنا رح يعوضني وانا موقنة بهذا الاشي تمام، بس يعني ما بعرف انه ليش هذا الاذى كله، ليش هذا الاذى؟ انا بدي اياكم تدعوا لي انه ربنا يعوضني بالاحسن. انا بعد كم شهر رح اصير 25 سنة، وانتم عارفين احنا مجتمعنا متخلف يعتبر، لانه البنت بهذا العمر تعتبر خلص كبيرة كبيرة على الزواج وخلص وراح عليها، خصوصا لما تكون بوضع مادي زي الوضع المادي تاع اهلي، واهلي كانوا قاطعين حالهم عن الناس. و خلص انا صرت هلا مطلقه. يعني انتوا تحكوا 25 سنه مطلقه واهلها ما عندهم معارف، وضع مادي بخزي. طب انا مين بده يجيني هسه؟ يعني اللي بزعلني، طب انت اجيت وكان في كل اشي انا بدي اياه، طب شو خسرت؟ يعني لو كنت منيح شو خسرت؟ لو يلا خفت الله فيا وكنت منيح وفعلا نشلتني من الاشي اللي انا كنت فيه، شو خسرت؟ يا جماعة انتوا يعني انتوا لو تتخيلوا انه انتي مثلا حطي حالك محلي انسانة محرومة من كثير اشياء وخلص كل اللي حواليك انه اشي مش منطقي انه اصلا يجيكي اشي بالمعطيات والمواصفات اللي انتي حطيتها لشريك حياتك، وفجأة هوب يجيكي شخص في كل المواصفات هاي بالاضافة للجمال وبالاضافة لكل اشي، لا ويكون اولها طاير فيكي. يعني هو مش مطلع على الوضع المادي تاع اهلك، ومش مطلع على اشي، ومش مبخس اشي فيكي. يعني حسيت عن جد، حسيت زي كأنه قدامي طلع لي هيك جولدن تيكت، طلع لي من المصباح. إيش واو. يعني وقتها حكيت يا صرت أضحك يا بركة دعاك يما، يعني الدنيا أخيرا ضحكت لي. أو ماي جاد. لا وبالآخر يطلع وراء هذا الوجه الحلو في عبارة عن طابوس مستنيني وإنسان سيء جدا. يعني كتير بعد عن جد بفكر بالماذا لو وماذا لو. أحيانا بعد بحكي الله لا يسامحه على اللي عمله فيا، وأحيانا بحكي لا الله يسامحه لأنه إنسان عيشني تجربة أنا ما كنت يعني حعيشها قبل هيك. صدقا ما بعرف إذا أشكره على المرور البسيط اللي مروا بحياتي، أو أدعي عليه على الإشي اللي عمله فيا والإشي اللي عن جد اللي حيأثر علي بحياتي. أمانة إنكم تدعولي إنه الله يفرجها علي ويعوضني بابن الحلال اللي فعلا يعوضني عن اللي مريت فيه بحياتي.
وبس والله، هاي كانت هي نهاية قصتنا. بتمنى اسمع رأيكم عنها بالكومنتس، بس خلوني احكي لكم رأيي انا كبيلة هلا عنها. طيب، بتعرفوا يا حبايبي، هسا احنا كمجتمع عربي، او بالاحرى احنا يعني اغلبنا احنا جيل البنات، عن جد احنا فعليا كلنا كبرنا على افلام ديزني، وكلنا خلص تأصلت فينا هاي الفكرة انه انا هلا مثلا محرومة من اشي، او مثلا مش عايشة حياتي او كذا، خلص حيجي فارس الاحلام اللي رح يسوي لنا اللي بدنا اياه. بنبني عليه عبارة عن قصور بالهواء، بنبني على هذا الشخص عن جد قصور مطلقة بالهواء، بغض النظر عن إمكانياته الحقيقية أو عن طباعه أو تمام. فعن جد يعني لو بدي أحكي لكم عني أنا كبيلة كتجربتي أنا، طيب هسا أنا كنت زي هيك والله، أنا كنت مستني إنه يجي فارس أحلام ويعيشني ويسوي لي وكذا وكذا وكذا. بس لا، فعلا أنت لازم، أنت مثلا في عندك نقص بأشياء معينة، أنت لازم تسويها لحالك أول. وما بحكي لكم هيك من باب النسوية، لأنه أحكي لكم شغلة، أنا ما بحب النسوية، وما تفهموني غلط، أنا مع حقوق الامرأة سوري، بس أنتوا عارفين شو النسوية. النسوية فيها شذوذ بالحريات بشكل مش طبيعي، يعني بيمسكوا لك الحرية وبيروحوا فيها لأبعد مدى، يعني بطريقة جدا مقرفة. هاي بس عشان قصدي تفهموا بالنسبة لموضوع النسوية. فبليز يعني زي ما كنت أنا أحكي لكم، يعني أنت مثلا رجاء حاولي أول شيء أنت تستقلي بحالك. يعني أنت حابة مثلا تجربي أشياء معينة، تسوي أشياء معينة كذا، لا اشتغلي أنت. ما بحكي لك تشتغلي برا البيت، في ألف بزنس بتقدري تسوي أنت من البيت، تجيبي فلوس وتسوي. أنت تعيشي التجارب هاي، أنت تستقلي ماديا أنت أول، عشان لما يجي زوجك يجي كإضافة حلوة يكمل لك حياتك، مش يسوي لك حياتك. لا، في فرق، يكمل لك حياتك. عرفتوا علي يا حبايب قلبي؟ عشان والله ما يخيب املكم بكره، لانه مثلا اللي بتكون بانيه زي هيك امال مطلقه على الزلمه ماشي، لانه ما في حدا كامل، والله ما حدا كامل. فالزلمه ممكن ولو بغير قصد يخيب لك املك، لانه مثل ما بحكي لكم، سواء كامكانيات سواء ككذا ككذا، يعني انت رح يخيب املك ورح خلص تكتئبي وانت كذا كذا كذا. يعني احكي لكم شغله بتضحك، انا مثلا انا كبيله من اخر مره حضرت فيها مسلسل تركي من ايام، مش ايام، من لما كان عمري 15 سنه، لانه انا كبرت، انا حكيت اوبا انا تفكيري ما بزبط يضل هيك على افلام ديزني وعلى المسلسلات التركيه، وهم نازلين يدحشوا بتفكيركم. قال هاي راحت على الشركه حبها مدير الشركه، هاي حبها ملياردير، هاي حبها مليونير. يا عمي هذا إشي مش منطقي، وهذا إشي بخرب تفكير البنات فعليا. فاسمع، من وقتها انا بطلت احضر تركي، رحت صرت احضر مسلسلات كوريه، انه مش كمان مش اي مسلسل كوري، لا انه هاي راحت حبت لي عفريت، هاي حبت لي مش عارفه شو، انه إشي مش منطقي. خلص تكوني حاضره، يلا انا عارفه إشي مش منطقي، بس يلا شعور حلو يلا بنحضر، بس مش انه يجيبوها بإشي واقعي وهاي حبها ملياردير وهاي مليونير. يا عمي هذا كله ضحك على اللحى، وما حدا بيخسر غيرنا احنا البنات لما احنا نكون نفكر بهاي الطريقه. عرفتوا علي يا قلبي؟ فبس والله، يعني صحيح مثل ما بحكي لكم، الزوج ما مش بس كمان إضافة، والله العظيم يعني إيش ما بيقدر ممكن عن جد يشنشلك ذهب، يسوي لك اللي بدك إياه، بس إنه ما يكون تفكيرك، لأنه كل واحدة بتاخد نصيبها، بس ما يكونش تفكيرك بالحدود المطلقة، إنه تنظر للزلمة إنه أنت مارد سحري، أنت بدك تسوي لي أشياء كثير واو، عشان ما تزعلي بكرة وما تكتئبي يا عمري. وبس والله هذا رأيي الشخصي، وبتمنى أسمع رأيكم بالكومنتس، وشكرا لكم.